عندك بقى شوية دقيق وكوباية زبادي. تعالي نعمل احلى بريك تركي بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومكونات كلها في البيت. يلا بينا نشوف البريك التركي، بس متنسوش لايك وشير والاشتراك في القناة لو انتوا لسه اول مرة بتشوفوني. تعالوا مع بعض بقى نعمل البريك التركي. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق المنخول، كوباية من الزبادي، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعلقة كبيرة من الصلصة، وربع كوباية من الزيت. بس كده المكونات بتاعتنا. وكمان هنحتاج كوباية مياه دافية للعجن. هي دي المكونات اللي هنحتاجها مع بعض. هحط بقى المكونات الجافة كده مع بعض على الدقيق اللي هو الخميرة والسكر واللبن البودرة، واديهم كده تقليبة حلوة مع بعض عشان يختلطوا مع بعض كويس. بعد كده هضيف عليهم كوباية من الزبادي ومعلقة كبيرة من الصلصة وربع كوباية الزيت. هحط كده الزبادي وادي الصلصة وكمان ربع كوباية من الزيت، واقلبهم مع بعض كويس. يبقى كده حطينا المكونات بتاعتنا كلها. بعد كده هننزل بالمية الدافية شوية شوية، ما تنزليش بيها كلها مرة واحدة. بعد كده بقى هلم العجينة بتاعتي كده. نشيل بقى المعلقة ونعجن بقى بايدينا. هحتاج كمان شوية مية كده. حطيت على 3 كوبايات من الدقيق كوباية من المية الدافية. هعجنها بقى كويس كده ونرجع اوريكم شكل العجينة بتاعتنا. بعد ما اتعجنت العجينة بتاعتي هسيبها حوالي ساعة لغاية لما تخمر معايا كويس، وبعد كده نشتغل بيها. اهم حاجة تعجني العجينة بتاعتك كويس. هسيبها بقى تخمر وبعد كده اوريها لكم. ادي العجينة بتاعتنا بعد ما عدى عليها ساعة وخمرت كويس. جبت بقى عندي صينية كده مدهونة من الزيت، وحطيت بقى رشة كده من الدقيق وهنزل عليها بالعجينة وافردها حوالي نص سنتي. افردي بقى العجينة بتاعتك كده كويس. ادي العجينة بعد ما فردتها. جبت بقى كوباية او عندك قطاعة وتقطعي بيها كده العجين بتاعك دواير دواير كده. والزوايا دي هشيلها واعجنها تاني واسيبها حوالي نص ساعة لغاية اما تخمر تاني، وافردها برضو نفس الطريقة عشان استخدمها تاني. وادي العجينة بتاعتي كده. بصوا، حطيت الجبنة وبقفل عليها. تقدري تحشيها باي نوع جبنة انت حباه، او لو حابة كمان تحشيها لحمة مفرومة هتبقى حلوة جدا. اي نوع جبنة عندك بقى انت بتحبيه تقدري تستخدميه في الحشوة. وتقفلي عليها كده كويس وتحطي في الصينية. وعندي هنا صفار بيضة عليه رشة فانيليا خفيفة، هدهن بيه الوش عشان يديني لون حلو ويبقى شكله جميل بقى كده في التقديم. هدهن كله بنفس الطريقة. من 3 كوبايات دقيق هيعمل لك كمية حلوة. بعد ما تخلصي بقى هجيب عندي حبة البركة او سمسم واحطه كده على الوش. بيدي برضو نكهة حلوة وطعم حلو. حطيت كده حبة البركة. اللي مش بيحب حبة البركة ممكن ما يحطهاش، استخدمي سمسم. احط كده عليها كلها. بعد كده ادخلها الفرن حوالي ربع ساعة ولما تطلع نشوفها مع بعض. ادي البوريك التركي بعد ما خرج من الفرن. ريحته قلب الدنيا وكمان طعمه حلو جدا. تعالوا بقى نرص مع بعض كده. حلو قوي في الفطار او في اللانش بوكس مع الاولاد في المدرسة. حاجة كده خفيفة وسهلة، وكمان مقاديرها بسيطة، يعني موجودة في كل بيت تقدري تعمليها بكل سهولة. بصوا بقى شكل البوريك التركي. بصوا هش ازاي وجميل. يعني انت لو اول مرة بتعمليه هينجح معاكي لو عملتيه بنفس المقادير بالظبط. حابة تضعفي الكمية حسب ما انت عايزة، اهم حاجة تمشي على الخطوات بالظبط. يطلع معاكي كده ناجح من اول مرة.
يا رب يكون عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو. متنسوش تحطوا لنا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه اول مرة بتشوفوني. كنت معاكم من مطبخ لينا. باي باي.